محاولات إشبيلية لتأجيل التحاق النصيري بمعسكر الأسود تبوء بالفشل. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الدولي المغربي يوسف النصيري خاض أمس آخر حصة تدريبية له مع فريقه إشبيلية قبل السفر إلى المغرب استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار انطلاقا من 13 من يناير الجاري حتى 11 من فبراير المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات نادي إشبيلية بنيل ترخيص لتأجيل سفر النصيري للمشاركة في معسكر الأسود من أجل ضمان مشاركته في المباراة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد الخميس المقبل باءت بالفشل بسبب عدم تفاعل الجامعة الملكية المغربية مع مراسلات الفريق الأندلسي. جدير بالذكر أن مجموعة من الأندية التمست تأخير التحاق لاعبيها المغاربة بمعسكر الأسود الذي ينطلق في فاتح يناير المقبل استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا، من بينها ريال بيتيس التي يمارس في صفوفها الثنائي عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض، وفالنسيا التي يلعب لها سليم أملاح، وباريس سان جيرمان فريق أشرف حكيمي. وكان الناخب الوطني وليد الركراكي حاسما في مسألة ضرورة التحاق اللاعبين المدعوين للمشاركة في الكان بمعسكر الأسود منذ اليوم الأول لضمان إجراء التحضيرات بشكل منظم وفق البرنامج المحدد سلفا. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الغامبي في 7 من يناير الجاري كآخر محطة تحضيرية للكان قبل التوجه إلى كوت ديفوار لبدء المغامرة القارية من المجموعة السادسة بإجراء أول مباراة أمام تنزانيا في 17 من يناير المقبل، ثم يخوض مباراته الثانية أمام الكونغو الديمقراطية في 21 من الشهر ذاته، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة زامبيا في 24 من نفس الشهر.